السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة أكلة جميلة قوي، أظن واضحة وباينة قدامكم اهي. طعم المشوي رهيب. هنعمل كل ده في حلة واحدة، مش هتستخدمي أواني ولا حاجة، هتديكي طعم اللحمة المشوية بالظبط. وهنعمل أكلة حلوة قوي كلنا بنحبها. ان عملتيها ان شاء الله مش هتبطلي تعمليها، بس اعمليها بالطريقة اللي انا هقولك عليها دي دلوقتي. بتحضري معانا لحمة، دي لحمة ضاني طعمها تحفة حقيقي، كانت حلوة قوي. لو عندك لحمة كندوز مفيش مشاكل. دي كانت لحمة ضاني جبتها، وجبت معاها رز بسمتي، وهعمل لك احلى كبسة ان شاء الله. ان شاء الله هتعجبك قوي، ومش هتستخدمي اواني كتيرة ولا حاجة. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي اللحمة الضاني اللي قلت لكم عليها. لو عندك كندوس قلنا مفيش مشاكل. وبتحضري جزرايه، دي هنستخدم الجزرايه اللي مقطعاها طرنشات دي للحمه، وهنستخدم بعد كده جزرتين هنستخدمهم مع الرز. دي جزرايه مع قرن فلفل رومي مع قرن فلفل حامي، هنحضرهم للحمه. ودي التوابل، حبهان وقرنفل وعندك مستكة وعود قرفة ورق لورو وفلفل اسود وكاري. وتحضري حبيتين طماطم وتضربيهم في الكبة. ببدأ بقى اجيب حلة واحط فيها حتة زبدة مع شوية زيت، واحط اللحمة تاخد صدمة، يعني استنى تسيح كده تسخن الحلة واروح حاطة اللحمة. الاول هحط التوابل تتشوح الاول، اشم ريحتها، وبعد كده ابدأ احط اللحمة. هتحطي اللحمة عايزينها تاخد صدمة كده، نشم ريحتها تبقى حلوة، وكمان عشان ما تنزلش المية بتاعتها وتتشوح، هتديكي بقى ايه طعم رهيب. لما تيجي بقى تاكليها تحسي انها مشوية بالظبط، مش هتفرق. اخليها بقى على الناحية دي تتشوح حلوة قوي، وبعد كده اروح قلبها الناحية التانية تاخد صدمة الناحية التانية. مع التوابل بقى بتدي ريحة حلوة قوي وانت بتقلبيها كده. اسيبها بقى تتشوح شويه كده زي ما انت شايفه كده، وبعد كده ابدا احط لها بصلايه، اقطع بصلايه وسط وابدا احطها لها، واروح مقلباها اشم ريحه البصله. ابدا بقى احط لها الفلفل والجزرايه، الفلفل الرومي والفلفل الحامي اللي قلت لكم عليه، احطها لهم اهي. تاخد تقليبتين معاها كده تشم ريحتها، برضو تشم ريحه الخضروات فيها. واكون عصرة قطيتين وسط كده، على قد بقى اللحمة اللي انت هتعمليها، على قد عدد الافراد اللي عندك. اقلبها كويس بالطماطم، يعني تتشرب منها حلوة قوي، بس اكون موطيه النار بقى شوية. اغطيها كده تتشرب شوية، وابدا احط لها بقى ميه مغليه. ميه مغليه، ما تحطيش ميه عاديه، ميه تكون بتغلي. اسيبها تستوي كده مع نفسها شويه، وبعد ما تستوي بقى مع نفسها شويه ابدا اشيل اللحمه من الشوربه، واخد الشوربه اصفيها، عشان دي طبعا لحمه ضاني عامله عظم. خلاص شلنا اللحمه، صفينا الشوربه في نفس الحله برضو، يعني مش هنستخدم اواني ولا حاجه. اكون مقطعه بصلايه وسط برضو احطها، يعني انا هستخدم في الاكله دي بصلتين وسط. وابدا بقى احط اشم ريحه البصله كده تقلبتين، احط لها شويه زيت واقلبها شويه تقلبتين كده اشم ريحتها، وابدا احط الخضروات. عندك بقى بسله حطي، فاصوليا مع جزر مع فلفل حامي مع فلفل رومي، وتقلبيها مع بعضها كده المتاح عندك. بس بسله فاصوليا الاتنين مع بعض مفيش مشاكل. وابدا اقلبها بقى مع بعضها كده، اشم ريحه الخضروات، وابدا احط اللحمه اللي انا طلعتها بره، تاخد تقلبتين مع الخضروات، وابدا احط لها بقى الشوربه واقلبها بقى تقلبتين كده، وبعد كده ما اقلبهاش تاني، يعني احط لها بقى الملح واسيبها تستوي شويه.
انت بتقلبيها كده عادي مفيش مشاكل، لكن اول بقى ما احط الرز ما ابداش اقلبها، لان انا عايزه اللحمه من تحت عشان تديني طعم المشوي. اروح بقى محطه الرز عليها زي ما انت شايفه كده، واروح حطها على النار تتشرب، اروح موطيه النار. شايفه انا بقلب على الوش بس عشان الخضروات معموله على الوش، فبقلب على الوش، لكن ما تاخديش من تحت لفوق، لا قلبي الوش بس، عشان احنا عايزين اللحمه في القاع من تحت. النار لما بتبقى على اللحمه من تحت بتديكي طعم المشوي بالظبط. خلاص الاكله بتاعتنا جهزت، وجبنا بقى صينيه وفخار، عملنا بقى حته دين كبسه تحفه بقى، عزيمي حبايبك عليها وكل اللي انت بتحبيه، هتعجبهم قوي وهيشكروا فيها ان شاء الله. بعد الرز ما استوى قطعت عليه عودين ريحان، تبداي بقى تحطي، احنا مستخدمين معاها الرز البسمتي زي ما قلت لكم. انا ما بنقعش الرز البسمتي، بحطه على الشوربه على طول، اغسله حلو واحطه على الشوربه على طول، عشان نسيت اقول لكم ان انا ما بنقعوش، بيبقى طعمه حلو قوي. وبعد كده بقى بعد ما استوت ابدا بقى احطها زي ما انت شايفه كده بقى، ومحضره فخاره، والفحم حطيته على النار سخن قوي، يعني حطيته شويه كده يسخن يولع كده شويه، واروح حاطه بقى الفخار وصب عليه شويه زيت، واروح مغطياه بغطا زي ما انت شايفه كده. عندك غطا كبير قوي شويه حطي، انا ما كانش عندي غطا كبير يكفي الصينيه. حقيقي الريحه كانت قلب العماره، ما اقولكيش ريحه جميله قوي. كل سنه وانت طيبين، واكله جميله وان شاء الله هتعجبك وهتعجب كل اللي انت بتحبيهم ان شاء الله، حبايبك كلهم. وكل سنه وانتم طيبين بالهنا والشفا.